السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة حفظ البطاطس من السنة للسنة بدون فريزر. هنعملها كده بطريقة مميزة جدا. بس ما ننساش لايك للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة لكل حبايبنا. نسمي الله وندخل على طريقة الحفظ بتاعتنا. أنا معايا النهاردة 10 كيلو من البطاطس. نوعية البطاطس الموجودة معايا هي البطاطس الاسبونتا. في الوقت ده كده هابدأ إن أنا أجيب كرتونة أو أي حاجة كده تكون مقفّلة ما مش بيدخلها أي تهوية خالص. هابدأ إن أنا أجيبها. أنا كان عندي كده كرتونة بدأت إن أنا أخزّن فيها. بدأت كده إن أنا أفتحها وده بيكون شكل كده الكرتونة من جوّه. في الوقت ده كده هابدأ إن أنا أحط كده طبقة من الورق في قاع الكرتونة. نقدر نستخدم ورق جرايد أو حتى ورق كراسات زي اللي أنا استخدمته ده النهارده. أنا ما كانش موجود عندي ورق جرايد المرّة دي، فاستخدمت ورق كراسات، أي ورق موجود عندنا. نزلت عليها كده على الورق برشّة كده من النشا. النشا كده بتمتص أي رطوبة كده موجودة جوّه البطاطس، وكمان الورق. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أرُص البطاطس بتاعتنا بالشكل ده. رصيتها بالشكل ده كده. عملت كده أول طبقة من طبقات البطاطس. عملتها معاكم بالشكل ده. وطبعًا ما بنسيبش كده أي فراغات موجودة فيها. يعني بنرص الطبقة بتبقى معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا. ونزلت كمان برشة من النشا أو الcorn flour. وبعدين حطيت كده طبقة من الورق. وطبعًا زي ما قُلت لحضرتك ورق جرايد أو ورق كراسات زي اللي أنا عملته ده، أي ورق موجود عندنا. وبدأت إن أنا كده إن أنا أرُص الطبقة التانية من البطاطس. وكده الكرتونة بتاعتنا اتملِت. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أنزل في الوقت ده بشوية كده من النشا. والنشا طبعًا بتسحب الرطوبة الموجودة كده في البطاطس. ونزلت كمان بالورق، يعني بنبدأ إن إحنا نغطيها كده بالورق علشان طبعًا البطاطس بتاعتنا ما تبقاش مُعرّضة للهوا. لإن طبعًا لو البطاطس بتاعتنا اتعرّضت للهوا يبقى كده هتفسد. مش هتكمّل معانا أبدًا سَنة. وهتفسد كده معانا ومش هتبقى كويسة خالص. في الوقت ده كده كمان قفّلت الكرتون عليها كويس جدًا. هاحطها كده في مكان ما فيهوش أي تهوية خالص، في مكان مظلم وهاسيبها كده معايا لمدة سَنة. هتفضل معايا كده زي الفل. لو حبينا حتى ناخد منها في أي وقت نبدأ إن إحنا نفتحها ونقفّلها تاني بنفس التقفيلة اللي إحنا قفّلناها بيها. أتمنى إن يكون الفيديو عجبِك. ويا ريت لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتسيبي لي رأيِك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.